السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة فيديو جديد، فيديو كله حيوية ونشاط وطاقة إيجابية. هنعمل السمك الروسي المقلي بكل تكاته وكل حركاته، وهنعرف سر القرمشة بتاعته اللي ممكن لو فضل يومين في التلاجة يفضل بنفس طريقة القرمشة بتاعته وما بيطراش خالص. وهنشوف الطريقة بتاعتنا دلوقتي والمكونات بتاعتنا ايه. وده السمك بتاعنا مغسول ونضيف بالخل والليمون علشان خاطر ما يبقاش فيه اي زفاره، وقلبه ابيض خالص نضيف ما فيهوش اي حاجه مش حلوه. ومعانا فلفل مفروم في الكبه وتوم مفروم في الكبه وليمون ودقيق، والطبق الميه دوت هنشوف هنعمل بيه ايه. هي دي المكونات بتاعتنا النهارده. والاول مره تشوف الفيديو بتاعنا تعمل متابعه وتعمل لايك للفيديو. هناخد بقى كميه على قد السمك اللي احنا عاملينها من التوم والفلفل، عشان يبقى على قد كده، عشان ما نسيبش حاجه تبقى فيها زفره ولا حاجه وما ينفعش نستعملها تاني. والسمك الروسي او المكاريلي طبعا معروف ان هو من الاكلات اللي مليانه اوميجا 3 ومفيده للجسم جدا. نجيب التوابل بتاعتنا بقى. نحط الاول الكمون، كتري الكمون للسمك لان السمك بيحب الكمون. وتحطي شويه شطه عشان يبقى حامي كده وطعمه حلو سبايسي. وتحطي شويه فلفل اسمر وكزبره، هي ديت، وربع معلقه كاري. ما تكتريش الكاري، هي ربع معلقه بس تديله طعم ونكهه حلوه. هي دي التوابل بتاعتنا النهارده، ما شاء الله بتدي للسمك طعم حلو وبتدي للتتبيله طعم جميل. هنحط بقى الملح عشان ما حطيناش الملح، اوعي تنسيه، وما تكتريش الملح عشان ما يبقاش حادق ويبقى طعمه حلو ومسكر. كده احنا خلاص عملنا التتبيله بتاعتنا كلها. نقلبها كويس عشان نتبل بيها السمك، ونسيب السمك يدوب 10 دقايق كده بس في التتبيله. والليمون طبعا بيشيل الزفاره خالص خالص وبيدي للحم بتاع السمك طعم خطير، فما تنسيش الليمون لان الليمون ده مهم جدا. السمك ما تسيبهوش اكتر من 10 دقايق في التتبيله عشان اللحم بتاعه طري وما يتهريش. وما تحطيش خل للسمك لان الخل بيهري لحمه السمك. ديت كده خلاص خلصنا التتبيله بتاعتنا. نبتدي بقى نتبله مع بعضينا ونشوف هنتبله ازاي. شوفي قلب السمك نضيف وزي الفل، انا منضفاه تحت حنفيه ميه جاريه. لازم تنضفيه تحت الميه الجاريه وقبل ما تعمليه وتحشيه. ابيض خالص اهوت ما فيهوش حاجه. وانت عارفه ان السمك ده بيتنضف واحده واحده خالص لان لحمه طري. يعني ما تعملوش بفرشه ولا بمعلقه، لا بايديكي كده بالراحه واعمليه. نضفيه كويس وتحشيه من بره ومن جوه، وتلفي الحشو على الجسم كله من بره عشان تديكي التتبيله بتاعته، تديكي نكهه حلوه للسمك كله وتخلي طعمه حلو. وما تنسيش تعملي لايك للفيديو وشير. احنا كده بنتبله كله اهوت. نتبله ونسيبه 10 دقايق بس مش اكتر، عشان السمك ده مش بيتحمل يبيت يعني يتحط في التتبيله مثلا ساعتين ولا حاجه. هي 10 دقايق بس مش اكتر. كده احنا خلاص قربنا نخلص الكميه بتاعتنا كلها اهيت، ونسيبه 10 دقايق. وبعدين نبتدي نشوف الغلاف بتاعنا اللي احنا هنعمله. غلاف مقرمش 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 بصراحه. يعني اتحداكي لو لقيتي طريقة الغلاف ديت في اي مكان تاني، في اي فيديو تاني غير بتاعنا. هو كده يتبل خلاص وخلصته. ونسيبه 10 دقايق بس يتبل في تتبيلته كده، يشرب من التتبيلة. وبعدين نشوف هنعمله ازاي. كده بقى هنبتدي نجيب الغلاف بتاعنا نشوف هنغلفه ازاي. ده دقيق بس، معلهوش نشا ولا عليه اي اضافات غير هي يدوب ربع معلقة ملح بسيطة عشان الغلاف ما يكونش عادب، بس ما حطيتش اي حاجة تانية. هتغلفي السمكة بالدقيق، مش هتعملي اكتر من كده ولا نشا ولا اي حاجة تانية. هو تغلفيه بالدقيق وتلفيه كله بالدقيق كده. ايوه كده تلفيه كله علشان يتغلف كله من جميع النواحي. وبعدين نجيب طبق المية بتاعنا دوت، تنزلي فيه السمكة. يعني تاخدي السمكة وتنزليها فيه. ايوه كده تنزليها فيه علشان خاطر الغلاف يمسك في السمكية. ونرجع تاني نعمله زي البانيه بالظبط. تقومي جايه راجعه تاني تغلفيه بالدقيق تاني علشان تشوفي سر القرمشه بتاعه. هو دوت الطريقه اللي تخليه يقعد يومين 2 من غير ما يطرى خالص ويفضل بقرمشته. وتعملي السمك كله وتغلفيه السمك كله وتسيبيه بغلافه. هتلاقي الغلاف ده هيلزق في السمكية ومش هيفرق منها. مش هتلاقي فيه، مش هيفرق الغلاف من السمكة خالص، وهيفضل بقرمشته. تخلصي الكمية كلها وبعدين تقومي قليها بقى مرة واحدة. يقوم مديكي ايه الطبقة المقرمشة الجميلة
اللي انتي بتحبيها واللي احنا بنروح نجيبها من المحلات ونقول هو ليه ناشف مش بيقرمش، ولا بنضيف له اي اضافات ولا نشا ولا اي حاجه. هو دوت الطريقه بتاعتنا للسمك النهارده، في ان انتي تعمليه بالغلاف. شوفي تنزليه في الميه وترجعي تاني تحطيه في الدقيق كده، وخلي الدقيق على قد كميه السمك، ما تكتريش دقيق، عشان طبعا الدقيق اللي بتستعمليه في السمك ما ينفعش يستعمل تاني، لازم تخلصيه وبعد كده ترميه. فطبعا تخليه على قد السمك، لان طبعا الدقيق ب20 جنيه، ما هوش رخيص يعني. هنخلص كمية السمك كلها ونرجع لكم تاني عشان ميبقاش الفيديو طويل عليكم. احنا كده خلصنا السمك كله، غلفته كله بالغلاف بتاعنا، ونبتدي بقى ان احنا نقليه ونشوف هيتقلي ازاي. هنجيب المقلايه بتاعتنا بقى ونحطها على النار، وما تخليش الزيت حامي قوي عشان ما يحمرش السمكه من بره وقلبها يفضل ني زي ما هو. هنحط السمك واحده جنب واحده كده، بس هو بيلزق عشان طبعا هو ما عليه ميه، فيعتبر عليه زي شبه عجينه كده بسيطه. ونرص السمك كده مع بعضه، ونهدي النار عليه، ما نخليهاش عاليه ولا هي واطيه، تبقى متوسطه علشان يستوي من قلبه ويحمر ويقرمش من بره، وفي نفس الوقت ما يبقاش قلبه طري ومن بره مستوي او لونه يغمق منك. احنا كده حطينا على قد المقلايه ونقلب مع بعض. هو السمك كده ما شاء الله جميل، حمره كده جميل، لا هو احمر قوي ولا هو ابيض كده، ومستوي من قلبه. وشوفي حتى القرمشه بتاعته باينه على الغلاف بتاعه من منظره، من غير ما تسمعي له اي صوت، هي باينه. حس ان الغلاف بتاعه سميك وقوي ومقرمش. هو دي النتيجه بتاعتنا النهارده. خلصت السمك كله عشان ما يكونش الفيديو طويل عليكم. شوفي السمك ما شاء الله جميل، ولا مهري ولا متكسر ولا اي حاجه. ليه؟ لان الغلاف بتاعه مقرمش وسميك وقوي، والسمكه معموله واحده واحده وبالراحه عشان ما يتهرش. ودي النتيجه بتاعتنا النهارده، نتيجه جميله 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 ما شاء الله، طعم وريحه مفيش بعد كده. واتحداكي لو ما كانتش ريحته تبقى جميله من اول البيت لاخره. ودي النتيجه بتاعتنا. ولو عجبك الفيديو اعملي لايك وشير للفيديو، واعملي متابعه للقناه. واللي اول مره تشوف قناتي مطبخي نص حياتي تعمل مشاركه في القناه وتفعل الجرس.